اهو ده بقى اللي ما ينفعش يجي العيد من غير ما نعمله ابدا يا جماعة. حمرت الفول وبصوا بقى عملت اختراع فظيع، اول مرة اعمله وبجد يعني بصوا اتصدمت من المنظر واتصدمت من النتيجة بتاعته. اوعي تنشغلي في تنظيفات العيد وما تعمليش الاختراع الفظيع ده. يلا حبايبي نسمي الله ونصلي على رسول وتعالوا بينا بقى نعرف اهم تريكات واسرار تسالي العيد. هنعمل الحمص وهنعمل الترمس وهنعمل الفول ده، بصراحة أول مرة أجربه وبجد اتصدمت من النتيجة بتاعته. أول حاجة كده هنحضر بولة وهحط فيها ربع كيلو من الفول اللي أنا جايباه فول بلدي، لازم تستخدموا نوع نظيف. الحباية بتاعته تكون فاتحة بالشكل ده. بننقيه وبنغسله وبنحط مية 3 أضعاف الكمية، وبنحط نص معلقة من البيكنج باودر عليه وبنركنه على الجنب أو كربوناته. تمام، نفس الحكاية في الترمس وفي الحمص برضو بننقيه وبنغسله غسلة كويسة وبنحط مية 3 أضعاف الكمية وبنحط نص معلقة من الكربوناتو أو البيكنج باودر. ليه؟ علشان دي بتسهل لي عملية السوى، كمان بتخرج لي كل الغازات اللي موجودة في البقوليات على العموم. بعد كده بنشطفه شطفة كويسة وبنحطه في الحلة وبنحط برضو عليه مية تغطي الفول يعني ضعف الكمية وبنحطه على النار. أنا حطيت الترمس كده على النار، وادي الحمص برضو بعد ما شطفته كويس هنحط عليه ميه ونحطه على النار. مدة نقع الترمس والحمص حوالي 6 ساعات. بعد كده بنحطهم على النار وبنحط الميه ضعف الكميه. اول ما بيظهر ريم بنشيله طبعا الاول بمعلقه كده لحد ما الميه بتاعته تبقى رايقه، وبياخد تقريبا حوالي ساعه الا ربع كده لحد ما بيستوي. اما بالنسبه للفول لازم يتنقع ليله كامله، يعني 24 ساعة لحد ما البرعمة أو اللي هي الحتة اللي هي بتزرع من الجنب كده دي تلاقوها نبتت. تمام، بعد كده بنشطفه شطفة وبنجيب طاسة نسخنها كويس قوي على البوتاجاز. لازم تسخن قوي قوي قوي. أول ما بننزل فيها الفول تعمل تش كده، تبقى ده كده تمام. وبعد كده بقى بنفضل نقلب فيه لحد ما المية بتاعته تنشف، يشرب يعني الفول بيشرب المية بتاعته والمية بتاعته تنشف وياخد اللسعة اللي هي بتاعت الشوي دي. حد هيسألني دلوقتي يقولي طب يا رشا الفول كده هيستوي ازاي؟ ده احنا ما سلقناهوش. النقع بتاع الفول خلى الفول طري وطبعا بيبقى شارب ميه، فواحنا بنشوحه كده بيشرب الميه بتاعته وبيستوي من الميه بتاعته، يعني كأنه على البخار كده. وبعد كده بياخد اللسعة في الطاسة بيكون استوى. حتى لو اخدتي واحدة دقتيها في الوقت ده هتلاقيها طرية ومستوية. بنحطه بقى برطمان يكون نظيف ومتعقم كده. ونفس الحكاية الترمس والحمص مجهزينهم في برطمانات مغسولة ومتعقمة كويس، واحنا عارفين طريقة التعقيم بتاعة البرطمانات ازاي، قلناها كذا مرة في كل الفيديوهات بنقولها. هنعمل المحلول بقى اللي احنا هنحط فيه اللي هو محلول الحفظ. هنجيب لترين من المية المغلية ومتبردة، هنحط 6 معالق من الملح ونقلب. ممكن تحطي الملح كده بالتقريب لحد ما يبقى عامل زي مية البحر. هنحط شوية من الكمون وشوية من الشطة وشوية من عصير الليمون وشوية صغيرين قوي من السكر. نقلب كل ده مع بعضه وبنحطه بقى على الترمس والحمص والفول لحد ما يغطيه خالص. لازما الفول خلي بالكم الفول لسه هينفش كمان وهيشرب المحلول. تمام، الفول بنستخدمه بنقلبه كده مرة وكده مرة، هو كده كده هينفش وهيشرب من المحلول ده، يعني بعد 24 ساعة يعني من تاني ليلة بنستخدمه. انا عايزة اقول لكم بقى ان الفول ده مش اختراعي انا يعني على العموم، بس هو اختراع ما حصلش. انا اول مرة اعمله يا جماعة في العيد، مش هكدب عليكم، بس بجد طعمه تحفة. الناس اللي عندها القولون زي حالاتي وخايفة منه غيري المية بتاعت النقع كل شوية وحطي شوية كمون وبس كده. جربوه وكل سنة وانتم طيبين.